شوفوا انا هناك بالبلندر او بالخلاط راح احط تمر شويه ومع علبه جيمر او علبه قشطه. هني بالبايركس حطيت علبه كبيره دايجستيف وذوبت قالبين زبده طوال، ذوبتهم ورصيته بالبايركس. يعني الحين اول طبقه دايجستيف مع زبده، وبالخلاط تمر مع قشطه راح احطهم. هذه اول طبقه. يعني وايد ترى سهل حيل ولذيذ. وراح احط معاه شويه نسكافيه وشويه دارسين. حطيت التمر والجيمر وشويه دارسين وشويه نسكافيه، وراح اخلطهم واحطهم فوق طبقه الدايجستيف اللي انا ذوبت معاه زبده ورصيتها بالبايركس. حطيت طبقة التمر اللي مع الجيمر وشوية نسكافيه وشوية دارسين، وحطوا معاه شوية حليب سائل. أنا راح أرجع أذكر لكم بعدين المقادير عشان تقدرون تخلطونه بالخلاط. إذا ما حطيته حليب ما راح ينخلط عدل ويصير عندكم كذي. تمام. بعدين بالخلاط آخر طبقة حليب كبير مكثف محلى وجيمر واحد و6 حبات جبن كريمي. تمام. هذيلا بخلطهم واحطهم فوق انتيا التمر، خلطة التمر. بعدين نحطهم شوية بالفرن من فوق لين يصير عندنا كنا بشاميل يتحمر. من ألذ الأشياء اللي أنا أحب أسويها صراحة برمضان. أعشق التمر وأحب أي شيء فيه تمر، فهذا أنا أسميه دايما بشاميل تمر، تشيز كيك تمر، سموا اللي تبونه، سهل ولذيذ. نحمرها بس من فوق نفس البشاميل لما نحمره وبس تكون خالصة. شلون هذا هو تشيز التمر خلص، او بشاميل التمر سموه اللي انتم تحبونه. ينن شوف ايش كذا هو سهل، ما يحتاج ترى ولا شيء. بس حطيتها من فوق تقريبا 10 لربع ساعة بس من فوق عشان يتحمر بهالطريقة هذه. لذيذ لذيذ لذيذ. هذا تشيز التمر عشان بس اوريكم من داخل شلون شكله العجيب. تقدرون تخلونها تبرد زيادة، بس لأن أنا أحبها شي كريمية من داخل، شي كريم، تشيز كريم، عرفتوا؟ هي تكون كذي نفس البشاميل، ما تكون صاكة، لذيذة وتنوكل دافية.